اعلام الدجال واعوانه ودورهم ايه في مصر، وايه نتيجه افعالهم، وايه افكارهم. افكارهم كتير، ما فيهمش ولا فكره تبني مجتمع، كلها افكار لهدم المجتمع، لهدم الاوطان، لتدمير الشباب، لتدمير عقول الاطفال. هم بينا من سنين، بس امتى هنفوق ونواجههم؟ هم عايزين ايه واهدافهم ايه؟ هقول لك يا سيدي، بس قبل ما اقول لك عايز احكي لك حكايه بسيطه عن ابليس. ابليس جه في نهايه المهمه بيسال اولاده: انت عملت ايه؟ قال له: انا خليت ابن ادم يسرق. قال له: احسنت. واحد تاني: انت عملت ايه؟ قال له: خليت ابن ادم يشرك بربه. قال له: احسنت. وفضل يسال ابن ورا ابن ورا ابن ورا ابن ورا ابن، لحد ما اخر ابن بيقول له: انت عملت ايه؟ قال له: فرقت بين الرجل وزوجه. قال له: احسنت، تعالى بجانبي. يعني اذا هنا احسن ابناء ابليس اللي هو فرق بين الزوج وزوجه، بين الست والراجل. خلينا نرجع تاني لاعلام الدجال ونشوف اهدافهم ايه، وهم اهداف كتير. منهم على سبيل المثال وليس الحصر، نلاقي المذيعه الفلانيه بتحرض الزوجه على زوجها، والمذيع العلاني بيحرض الراجل على مراته، ومذيعه تاني او اعلاميه تاني بتقول الست مش ملزمه تخدم جوزها، وواحد تاني بيقول الراجل مش ملزم يصرف على مراته. منهم مثلا رضوى الشربيني اللي خربت بيوت كتير، واللي بتقنع البنات ان هم يمشوا ورا كلامها، مع انها هي فشلت في حياتها الشخصيه. يعني احسن ما تنصح البنات كانت نفعت نفسها، بس هي البنات ماشيه وراها، وكم من بيوتها اتخربت بسبب كلامها المسموم. نسيب الجانب ده ونروح لجانب تاني، وتلاقي الاعلاميين المفروض ان هم فيهم محترمين، او الاعلاميين المحترمين بيروضوا لفكره المساكنه، ان تلاقي البنت والولد عايشين مع بعض في بيت واحد بدون اي ارتباط رسمي ولا شرعي، وفاهمينهم ان ده لمصلحتهم عشان يختبروا اخلاق بعض قبل الجواز. وطبعا كلام العقل ما يقبلوش، لان ما اجتمع رجل وامراه الا وثالثهما الشيطان. فدي قاعده متفق عليها، ما فيهاش فيها اي خلاف. لا هما بيزيفوا الحقائق عشان يهدموا اخلاق اولادنا. ويطلع لنا هنا مفكر تاني بيدعو للالحاد، وهو من تلامذة سيد القني، الاشهر ملحد في مصر في العصر الحديث، اللي رفض ان هو يدفن في مقابر المسلمين، اللي رفض ان هو يتقري في عزاء قرآن. بيدعو للالحاد واللي ضايق في الموضوع ان في مسؤولين مثقفين بيكرموه. يعني من فتره لو نفتكر في اسكندريه كان معمول له لقاء في جامعه اسكندريه بيروج عن افكاره هناك، والشباب طلعوا عليه سالوه كام سؤال واحرجوه لحد ما الندوه باظت. وده موقف يحتسب لشباب اسكندريه الواعي الفاهم، اللي خايف على دينه، اللي خايف على مجتمعه. مش لازم يكون بيصلي على السجاده، مش لازم يكون بيصلي فرض بفرضه، بس قلبه متعلق بالله عز وجل، وطريقك لله هو مركب النجاه في الوقت اللي مليان فيه فتن، وهي فتن اخر الزمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها من اكثر من 1400 سنه. بس للاسف آفة الانسان هي النسيان. ويطلع لنا مذيع تاني لا هو اسلام ولا هو مسلم ولا يحسب على المسلمين في اي شيء. مذيع كان غير مسلم ودخل الاسلام عشان يهدمه من جوه. ورأيي الشخصي ان الخطر الداخلي اخطر من الخطر الخارجي. يعني عدوك اللي انت عارفه ان هو عدوك مفيش خوف منه، اديك بتواجهه، يا يغلبك يا تغلبه الى ان ينصر الله الحق. لكن عدوك لما يكون ابن دينك وبيهدم في دينك فالخوف منه. المدعو اسلام بحيري اللي شكك في اقوال الصحابه وهجموا النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه كان من اشد الهجمات اللي عرفناها في التاريخ الحديث، وخصوصا لما تيجي من واحد مسلم. الواحد بيستأمن اللي بيسمعه، بيستأمن اللي بيشوفه. بس هنا الغلبة لمن يملك المعلومة. طالما انت عارف دينك او عندك خلفية باللي في دينك، مهما حد يشكك فيه استحالة هينجح في كده. بس اللي يتلام على هنا الاعلام المصري، ان هو فاتح له منبر يهدم من وراه الدين، مديله برنامج في قناة ومديله مساحة يتكلم براحته ويهاجم في ثوابت الدين الاسلامي، وده هدم للدين، هدم بين. فهنا يحضرنا سؤالين: ازاي الدولة تسكت عن الكلام ده؟ او ازاي الجهات الرقابيه تسكت عن الكلام ده؟ لو الجهات الرقابيه سكتت احنا مش هنسكت، احنا لازم نقول ده غلط، لازم نقول ده ما يصحش، عشان الجهات الرقابيه لو نايمه على ودانها تسمع تفهم، تبدا هي كمان تاخد صفنا، لان احنا المتلقي، احنا المتضرر، احنا واولادنا واصحابنا. والحرب لما هتكون على الدين مفيش فيها حد كسبان، الكل فيها خسران. اللي بيهاجم خسر دينه، والمتلقي لو صدق هيسيبه الشك في دينه، يبقى خسر دينه ودنيته وفي الاخر خسر اخرته.
والحرب على الدين لا هوادة فيها ومفيش فيها حياد. والسؤال التاني، ايه اجندة الناس دي؟ لو عرفت اجندة الناس دي هتعرف مين اللي وراها. وعشان تعرف مين اللي ورا الاحداث ومين هو عدوك لازم ترجع لبداية خلق سيدنا ادم عليه السلام. عدوك دلوقتي هو عدوك منذ قديم الازل، هو ابليس لعنة الله عليه. اولا اغرى ادم بشجرة الخلد ان هو ياكل منها فاطرد من الجنة، ولما نزل الارض هو واعوانه عايزين برضه يمنعونا من دخول الجنة. العمر مهما طال اخرته الموت. هتعيش 100، هتعيش 50، هتعيش 20، هتعيش 30، نهايتها الموت. وياما قبلنا كتير عاشوا مئات السنين واخرتهم برضه الموت. الدنيا دار فناء والاخرة دار بقاء. ازاي نضحي بدار البقاء عشان نعيش في دار الفناء؟ يعني ازاي تبيع اخرتك بدنيتك؟ هتتمتع في الدنيا قد ايه؟ سنة 2 3 4 10 20 30 100 1000، هتعيش 1000 سنة. ولو ان ده ما حصلش في العصر الحديث، ان حد عاش لحد العمر ده، ما حدش عاش 1000 سنة في العصر الحديث. لكن في النهاية في الجنة او في النار خلود، مفيش موت. فاذا المكسب مكسب الاخرة مش مكسب الدنيا. بس اهل الشر دايما بيحاولوا يخسرونا اخرتنا ويوهمونا ان الدنيا هي جنتنا. لكن هنا المعركة الازلية اللي نجح فيها ابليس لعنة الله عليه، ان هو نسانا ان هو موجود من خلال اعوانه بين البشر. خلينا نفتكر ان عدوه هو اخويا، اللي بيوزنا على الشر هو صاحبي. لا، اللي بيخليه يوزنا على الشر هو وسوس له ان هو يوسوس لي. فعدونا هو ابليس لعنة الله عليه، مش اخويا ولا صاحبي ولا. اعرف عدوك تعرف ازاي تحاربه. طب ازاي تحاربه؟ نسينا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نسيناش نستغفر، ما نسيناش نحمد ربنا على السراء والضراء، بس نسينا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وسفينة النجاة هي طريق ربنا عز وجل. الحق انجب روحك عشان اللي جاي جديد، اللي جاي هلاك للبشرية، مش هينجى فيه غير اللي رجع لربه ورجع لدينه. انا كنت بقول كده عشان انتوا صحابي وانا خايف عليكم، وربنا يا رب يحفظنا ويكفينا شر الفتن. واسيبكم في رعاية الله اغلى ناس. السلام عليكم.